السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم يارا. وصفة اليوم هي لي ميني كيش. ما كانش فينا اللي ما يحبش لي ميني كيش سورتو في رمضان. هكا كي ترافقوهم مع لا سوب ولا مع الشوربه ولا حريره، يعني بنه هايله. الوصفه تاع اليوم صدقوني من اروع الوصفات اللي ممكن تجربوها. نروح نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. الحاجه الاولانيه راح نخدم العجينه. حطيت فيه بول 2 كيسان تاع فارينه. الحجم تاع الكاس هو 220 مليلتر. وهاد الفارينة تكون هكا، يعني الكاس يكون ممسوح، ما تكونش بومبي. مع 100 غرام زبدة ولا مارغرين. الناس اللي ما عندهمش ميزان يجيبوا لابواط تاع 250 غرام، يقسموها على 5 ويدوا 2 أقسام. زيت 2 مغارف كبار زيت، ونص مغرفة صغيرة ملح، مع نص مغرفة صغيرة خميرة كيميائية. نبسس مليح هاد الفارينة حتى هذيك الزبدة والزيت يدخلوا مليح في الفارينة. ومن بعد نبدا نطم بحبة تاع بيض والماء. هنايا الماء ما نقدرش نعطيكم يعني مقدار مضبوط، قادر يدي معكم مغرفة 2 مغارف حتى 3 مغارف. ليسونسيال روحوا معاه غير بالعقل، باسكو لو كان يغلبكم هنا الماء وهاد لاباط تجيكم جاريه، ومن بعد كي تدخلوا طيبوا هاد ليميني كيش تاوعكم حيهبطوا لكم ما في البنه تجي لاباط معلكه. انا راني نحط في الماء غير بالمغرفه. هنا دات لي 2 مغارف، ولاباط اللي تحصلت عليها تكون طريه، ما تجيش كيما لاباط بغيزه تجي تكسر، لا لا. شافوا كيفاش تجي هكا طريه. ومام هاد العجينه لو كان نحب نحلها بالحلال راح تحل معايا فاسيلمون، يعني بلا ما تكسر. وشنو انا ما ننصحكمش كي تجوا تخدموا لي ميني كيش تاوعكم تحلوا العجينه، ديروا هاد الطريقه اللي دائما انا نخدم بها. خلوا لاباط ترتاح مليح. انا هايليك بعد ما غلفتها وخليتها ارتاحت واحد ربع ساعه 20 دقيقه، جبت هاد ليمون. وانتم ديروا ليمون اللي يكونوا عندكم. نشد العجينه نكورها هكا صغيره، نحلها بين يديا ونحطها في المول ونمشيها. شوفوا لاباط كي ارتاحت كي راني نخدم بيها جاتني سهله. دوكا نكمل نخدمهم كامل بنفس الطريقه. هاد العجينه قادره تخرج لكم من 16 حتى ل 18 نحبه هكاك، يعني على حسب المول اللي تخدموا به. وانا في هاد الوقت راني شاعله الفور على درجه حراره 160 درجه. دائما كي تبداو تخدموا شعلوه. انا كي نكملهم نتقبهم كامل بالفرشيطه وندخلهم نطيبهم نص طياب، ما تخلوهمش يتحمروا مليح. طيبوهم نص طياب ومن بعد كي ديروا لافاغس كملوا لهم طياب. انا بعد ما طيبتهم كما قلت لكم نص طياب هامليك، جبت لهنا 2 حبات بيض غير صغيورين. نتوما الا البيض تاعكم كبير ديروا وحده راح تكفي. مع نص كاس كريم فريش اللي تقدروا تعوضوها بباطا ياغورت ناتور ولا نص كاس حليب. انا كانت عندي لا كريم فريش في الدار، اي خدمت بها. وكي ما تكونش عندي عادي ندير ياغورت ناتور، ندير حليب، ما يهمش. نزيد قرصه صغيره تاع الملح، هنا بالك وتكثروا الملح، وشويه فلفل كحل. ومن بعد نضربهم مليح. فوالا. ومن بعد هنايا راح نحط الطون، ما نحطش بزاف غير شويه. هاد الكونتيتي يعني حتعمر لي كامل لي صالي تاوعي وراح تبقى. وعندي هنايا شويه تاع بصل اللي كنت كرملتها. كرملوها على نار قليله، دولها شويه برك تاع الملح باش تجيكم بنينه وشويه معدنوس. يعني شوفوا هاد المقادير ماشي بزاف غير شويه وراح يخرجوا لنا كونتيتي كبيره. دوكا كي حركتهم راح نزيد هاد البرودوي طوبلا 3 فروماج. هاد البرودوي كنت ديجا خدمت به من قبل، درت لكم به لي صالي وبزاف الناس شراوه وعجبهم بزاف. فيه ميلونج تاع شيدار غودا ومازدام، بزاف بنين. ميم القوام تاعو شوفوا شحال هايل، الثقل تاعو شباب، لونو شباب، وراح يعطيكم بنه هايله لي صالي تاوعكم. ميم تقدروا ديروا به لي غراتان، تقدروا غير في الخبز برك وتلقاوه بنين. هاد البرودوي طوبلا تلقاوه يتباع في لي سوبيرات لي سوبر ماركت.
أنا يعني مو راني نروح راني نتلاقى به، يعني راهو متوفر. وما فيه بزاف أحجام، كاين الكبير كاين متوسط كاين صغير. هنا دوكا راني نعمر في هذوك لي فون دو كيش، نحط هكا مغرفة وحدة برك. وهاد لافارس راح تعمر لي هاد الكونتيتي كامل وتبقى لي شويه. انا اللي بقات لي رحت عاود درت عجينه صغيره، درت نص المقادير اللي عطيت لكم وكملت خدمت هكا، يعني لا كونتيتي جاتني بزاف. نشوفوا كي كملت عمرتهم كامل بقات لي. دوكا جبت هاد البرودوي طوبلا سبيسيال بيتزا بذوق شيدر، راح نسكرفج شويه ونحطهم فوق لي كيش تاوعي. هاد البرودوي طوبلا الخاص بالبيتزا يذوب كي تدخلوه للفور، راح يذوب لكم ما يقعدش هكا. انا في هاد الوقت راني مشعله الفور تاعي على 160 درجه باش نعاود ندخلهم يطيبوا المره تانية. وشنو هنا كي دخلتهم يطيبوا ما حطيتهمش في سنيوه، حطيتهم غير فوق هذاك الشباك تاع الفور، خاطرش كون تخلوهم في السنيوه حيطولوا لكم بزاف في الطياب وقادره لاباط تيبس. على هذه نحوهم من السنيوه وخلوهم يطيبوا من التحت. كي تشوفوا لاباط بدا لونها يتبدل تولي دوغي فونسي، عاودوا شعلوا لهم من الفوق قسمه هذاك الفرomاج يذوب ويعطينا لون شباب وطفيو عليهم. انا قبل ما ندخلهم درت لهم تزيين هكا بحبه زيتون، كيما تقدروا ما ديروش. لي ميني كيش تاوعي بعد ما طيبتهم وعطيت لهم هاد التحميره الشابه، قربت لكم حبه. شوفوا الشكل تاعهم كالعاده جا بزاف شباب وما في البنه روعه. قسمت لكم حبه، شفتوا لاباط كيفاش جات خفيفه وهشيشه، وهذيك لافارس كراف بنينه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها، واذا جربتوها ما تنسوش تبعتوا لي تطبيقاتكم على الانستغرام. دوكا ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى. مع السلامه.